ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. لو اول مرة تشوفيني انا ياسمين ودي قناتي. لو عجبكم الفيديو متنسونيش باللايك، تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديوهاتي. وكمان ما تنسيش كومنتك القمر اللي هيفرح قلبي وهتصلي فيه على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. يلا بقى بنضيعش وقت ونبدأ الفيديو ونقول بسم الله. بصوا بقى يا بنات، الفترة دي في ترندات كتير منتشرة على اليوتيوب وعلى الانستجرام وعلى الفيسبوك. واكتر ترند لفت نظري هو ترند اللي هو الترند الهندي. اغنية كده شغالة، يعني زي موسيقى كده او اغنية شغالة، والبنات بيحركوا ايديهم فوق وتحت ويحطوا ميك اب ويشيلوا ميك اب، وبعد كده في الاخر بيلبسوا الاكسسوار اللي هو الهندي او الستايل الهندي وبس كده. انا عايز اسألكوا سؤال، يعني فيديو زي ده انتشر كده ازاي وجاب ما شاء الله كمية المشاهدات دي ازاي؟ وانا واحدة من الناس، انا واحدة الحمد لله بقرأ كتير ويعني مثقفة، يعني بحب القراية وبحب ابحث في الحاجات اللي انا مش فاهماها، واي معلومة ناقصاني بحب ابحث عنها وادور عليها. انا لحد يومنا هذا يا بنات انا مش فاهمة حاجة من الترند، اقسم لكم بالله ما فاهمة. يعني انا اتفرجت عليه ولا استفدت اي حاجة ولا فاهمة اي حاجة، ومش عارفة الرسالة اللي عايز يوصلها الترند ده ايه. فدايما كلنا بنجري ورا الحاجات اللي هي مش مفهومة. يعني اغلب المشاهدات واغلب يعني كل شوية اشوف ترند جديد عليه مشاهدات واو ومش مفيد. فاكرين الترند اللي هو بتاع الاطفال اللي هم يقولوا الباد ووردز، اللي هو كل طفل يعبر عن كل المشاعر السلبية اللي جواه بألفاظ وشتايم والكلام ده؟ فاكرين الفيديو ده؟ انا عملت عنه يعني فيديو عن القناة وهاجمت الناس بصراحة، الناس اللي بتشجع على نشر حاجة زي كده وبيعلموا أطفالهم الفسق والكلام البذيء. يعني احنا بدل ما نقول لابني كده عيب، لا بقول له اعمل كده ومش هتتعاقب. كل فترة كده بيطلع لنا حاجات كده غريبة أنا مش فاهمة عنها أي حاجة. فبليز يا جماعة اللي فهم يفهمني، يعني اللي فاهم الترند الهندي ده يعني فايدته ايه او عايز ايه، او مثلا يعني إيه ليه الناس يعني بيجروا وراه قوي كده، وايه فايدته او ايه المغزى من هذا الفيديو، يفهمني. انا ما بفهمش هندي، فاللي فاهم يفهمني. بلاش يا بنات ان احنا نجري ورا كل حاجة، يعني ممكن حاجة دي تكون غلط واحنا بنقلدها تقليد اعمى. بلاش التقليد الاعمى للترندات، لانه اقسم بالله والله العظيم يا بنات كل حاجة انت هتنشريها وغيرك هيقلدها، لو هي خير هتاخدي عليها حسنات كتير قوي، لو هي شر هتبقى بصوا سيئات جارية حتى بعد ما ماتك. يعني بعد ما تتوفي وكل واحد هيشوف الفيديو ده ويقلدك، سيئات كده جارية ليكي وانت في القبر. فليه نعمل حاجات التقليد الاعمى ده؟ خاطئ خاطئ خاطئ. هيلملك مشاهدات، هيلملك سبسكرايب، هتنتشري، هتبقي اكتسحتي الترند ومش عارفه ايه، وكل شويه يطلع لي عنوان كده في الشورتس افضل واحده عملت الترند الهندي، افضل مش عارفه، وخش مش فاهمه، انا مش فاهمه حاجه، فهموني. وفضلا عن ذلك كان في ترند برضو انتشر من فتره. الترند ده كان بصوا يعني صاعقه بالنسبه لي والله العظيم يا بنات. فاكرين الترند اللي كان بنوته طالعه في المقابر وبتغني في المقابر؟ انا الاول يعني بصراحه اللي حصل ان واحد زميلي في الشغل لقيته بينده عليا بيقول لي بصي كده يا ياسمين، بصي على الفيديو ده. فانا عماله شايفه بنت ماسكه موبايل وطالعه على الانستجرام وعماله تغني، وانا مش شايفه ايه اللي وراها، يعني مش واخده بالي. فبيقول لي دقائق كده شويه في الصوره، في الصوره اللي في ظهرها، سيبك من الاغنيه. فببص لقيت مقابر في ظهر، هي جوه المقابر وراها مقبره، وراها اللي هو الطوب اللي بيبقى بتاع المقابر ده، وفيه الايات القرانيه، وبتغني وعايشه حياتها. ده اكتر مكان الواحد اصلا يعني بيفتكر الاخره وبيفتكر ان الدنيا دي ملهاش لازمه، واكتر مكان فيه العظه والعبره. يعني كل واحد عايز يتعظ ويعرف ان الدنيا دي فانيه وملهاش اي لازمه بيروح مكان زي ده. فانا يجيلي منين الجراءه ان انا اروح مكان زي ده واعمل فيه حاجه زي كده؟
وانتشر على هذا المثال حاجات كتير قوي. ناس كتير بتروح اللي مثلا تجيب اكل وتروح تطبخ وتحط الاكل قدام زوجها وتعمل ان هي بتاكله. طب ماشي، انت حزينه على زوجك، بس اللي حزينه على، لو انت حزينه على زوجك مش هتجيبي حد يصورك على فكره وتنزلي فيديو زي كده على اليوتيوب. يعني اللي فعلا لو انت فعلا حزينه او مثلا من اثار الحزن او الصدمه او الكلام ده فبعمل تصرفات انا مش واعيه لها، لا انت واعيه كويس قوي للي انت بتعمليه، بدليل ان انت جايبه كاميرا بتصوري اللي بيحصل ده وبتنزلي الحاجه دي على اليوتيوب او على الانستجرام او على اي منصه كانت. كذلك البنت اللي كانت بتعيط برضو، كانت رايحه المقبره عشان مامتها توفت وقعدت تعيط كتير وكانت بتصلي جنب المقبره، انا بصلي لك يا ماما عشان ربنا يغفر لك، وبتتصور وبتطلع وبترفع الكلام ده على اليوتيوب. يا جماعه ان احنا شعب عاطفي قوي، فدايما بنبص على الحاجه من الناحيه العاطفيه، يا حرام شوفي ده بتعمل ايه، ومش باصين للجانب التاني ان الشخص ده في وعيه لانه ماسك كاميرا وبيصور حاجه زي كده وبيرفعها على منصه وبيخلي الناس تقلده. لو الشخص ده فعلا يعني والله العظيم ربنا يكفينا شر الصدمه، يعني في ناس كتير من كتر الصدمه ممكن تتجنن، ممكن لما تفقد شخص عزيز على قلبها قوي تتجنن، تفقد عقلها، ممكن تمشي في الشارع تكلم نفسها، ممكن تتصرف تصرفات هي مش في وعيها. ده شخص لا يحاسب لان ده شخص خلاص يعني من الصدمه فقد عقله. فاهمين قصدي؟ الشخص ده لا، عشان تبقى متاكده ان هو يعني مش سليم، ان هو ما بيصورش نفسه، لكن دي ناس سليمه، ناس عارفه هي بتعمل ايه، ناس جايبه كاميرات وموبايلات ومثبته الكاميرا وعارفه بتصور ايه وبتعمل ايه وعينيها على الكاميرا، فعارفه هي بتعمل ايه. يعني شخص في وعيه، يعني شخص عاقل في وعيه، مش في صدمه او في كده عشان نقول يا حرام. فلا، احذروا 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 من السيئات الجاريه اللي هي بنجيبها لنفسينا من غير ما نحس. دي حاجات هنحاسب عليها يعني حساب شديد. فيا بنات احنا بنحاول على قد ما نقدر نطلع صدقه عشان خاطر ربنا يغفر لنا ذنوبنا، نستغفر ربنا في يومنا ونصلي. يعني حتى الصلاه بنصلي صلاه وصلاه بنأخرها وصلاه ما بنصليهاش خالص، فما نزودش علينا الذنوب، ما نتقلش على نفسنا اكتر من كده يا بنات. يعني دايما خليكوا في مصدر وعي. لما تشوفي فيديو زي ده اوعي تنشريه، اوعي تجيبي واحده صاحبتك تقولي لها بصي، ممكن صاحبتك دي مش سويه، ممكن تبص على الفيديو تغير ان البنت دي عندها اكسبلور كتير واشتهرت وكده، فانت بتقولي لها بصي بصي مثلا شوفي البنت دي ايه اللي بتعمله ده، شوفي بتعمل ايه يا نهار ابيض مش عارفه ايه، اكيد دي فيها حاجه. تقوم هي ممكن صاحبتك هي ممكن ما تكونش سويه، ممكن تاخد الفكره وتقلدها عشان تشتهر زي البنت دي ويخش لها فلوس ويخش لها مش عارفه ايه ويتقال بصي وبصي. فما توريش، حتى لو شفتي فيديو زي ده اوعي توريه لجوزك، اوعي توريه لاولادك، اوعي توريه لاختك، لان نفوسنا مش سويه، البشر نفوسهم مش سويه. ممكن انت تساعدي على نشر حاجه من غير ما تحسي. فاهمين قصدي يا بنات؟ اوعي تاخدي فيديو زي ده وتحطيه على الفيسبوك ومثلا وتكتبي كلمه من فوق مثلا حسبنا الله ونعم الوكيل ايه اللي بيحصل ده ومش عارفه ايه، فتاخدي ذنوب. ما هو انا ممكن اخد الفيديو وانشره، ودي تاخد الفيديو وتنشره، ودي تاخد الفيديو وتنشره. فهي اصلا البنت عايزه كده او صاحبه الفيديو عايزه كده، عايزه الفيديو ينتشر حتى لو كل الناس دخلوا شتموه. انا والله العظيم يا بنات يعني زميلي ده قال لي ان هو ما شفتش انا الكومنتات بصراحه، هو اللي قال لي لو تشوفي يا ياسمين كميه الشتايم واللي بتاخدها البنت دي في الكومنتات، قلت له ما هي عايزه كده، هي مش فارق معاها الشتايم، هي عايزه الفيديو ينتشر عشان يدخل لها فلوس بس، تتشتم تتهان مش فارق معاها، المهم ان الفيديو بتاعها يبقى ترند وينتشر ويدخل لها فلوس، هي ده اللي هي عايزاه، اكتر من كده لا. وفضلا عن ذلك بقى في فيديوهات بصوا يعني مش قادره اقول لكم انحطاط اخلاقي منتشر في اليوتيوب وفي الانستجرام والفيسبوك من ناس كبيره في السن، ناس انا مفروض انا كياسمين اروح اخد منهم النصيحه، هم اللي بيعملوا حاجات لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يهدي الجميع يا رب. فنصيحه مني ما تسيبيش التليفون في ايد اولادك الصغيرين، ما تديهمش في تليفونات بكاميرات ابدا. ولو مثلا ابنك بياخد كورس وانت مضطريه تجيبي له تابلت زي ما انا عامله مع ابني، انا ابني بياخد كورس فانا بجيبه له تابلت، خلاص الكورس ميعاده من كذا لكذا ساعتين مثلا، بعد الساعتين هات يا ابني هات التابلت القمر ده
بنشحنه وبنشيله على جنب، لما يجي ميعاد الكورس المره الجايه بننزله وهكذا. وساعه المذاكره انا بقعد جنبه بذاكر له، بنشغل التابلت على الفيديوز بتاعه الكورس، وبنقعد نشاهد وكده مع بعضينا، وبيتقفل وهكذا. في رقابه، لازم يكون عندك رقابه. يعني انا هفضل فوق راس ولادي 24 ساعه، ما بيروحوا مدارس واصحابهم بيشوفوا. انت بتجتهدي وبتعملي اللي عليكي، ولما بيكون في اساس صدقيني ابنك ذات نفسه هيقول لاصحابه كده عيب، كده غلط. ابنك هو اللي هيبقى ليه رد فعل، لان اساسه طيب، اساسه كويس. فنحسن تربيه اولادنا، عشان يا بنات هنسال على اطفالنا، هنسال عليهم. وسؤال مش قادره اقول لكم يعني هيبقى عامل ازاي، انت تبقى واقفه بين ايدين رب العالمين. فيعني استحوا بجد، لان الوقفه قدام ربنا كبيره عظيمه، فلازم كلنا نستحي من اليوم ده. تمام؟ فانا اسفه ان انا طولت عليكم. ودايما كل واحد بينصح ياسمين نصيحه. يعني انا كنت في فيديو من الفيديوهات، كنت الطرحه بتاعتي كانت رقبتي باينه، كانت دبوس فك من الطرحه وانا ما خدتش بالي، والطرحه نزلت انا مش شايفه. يعني مندمجه جدا جدا مع الفيديو، وعماله اتكلم متابعه زي القمر. قالت لي الفيديو بتاعك حلو يا ياسمين، بس خلي بالك يا ياسمين الطرحه بتاعتك كانت رقبتك باينه. انا اعتذرت لها وشكرتها ودعيت لها ان هي خافت عليا، خافت ان حاجه زي كده تتسبب ان انا اخد ذنب. فانا بشكرك من كل قلبي. كل واحد بيشوف ياسمين على خطأ يصلحولي، انا مش هقول لكم لا، بالعكس انتوا بتكسبوا فيها ثواب. في مره تانية ذكرت ايه قرانيه، ان مع العسر يسرا، ان مع العسر، وهي غلط. ان بقى قلت يا الله استغفر الله العظيم يا رب، ان بعد العسر يسرا، ان بعد العسر يسر، وهي كانت ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، ده الصح. فانا بشكركم من كل قلبي. كل واحده داخله تصحح لي معلومه، ده بيبقى خوفا عليا، لان انا فيديوهاتي بتتشاف، فكل واحد هياخد مني المعلومه هينشرها، فدي هتبقى سيئات جاريه عليا انا. خوفكم عليا وحبكم ليا خلاني ثبت كومنت بعتذر فيه للناس وبصحح الايه، وبقول لهم انا اسفه، الايه الصحيحه كده. تمام؟ فانا بشكركم من كل قلبي. اي ملحوظه، اي حاجه تشوفوها غلط في ياسمين انصحوني لوجه الله، انا اختكم. تمام؟ وانا بشر وخطاء، فاي حاجه تشوفوها غلط عليا على طول كده، من غير بصوا، من غير مقدمات، ياسمين انت عملتي 1 2 3 خلي بالك. وانا هخش بنفسي اشكرك وادعي لك، وشكرا لكم بجد على دعمكم ووقوفكم جنبي، وعلى سعه صدركم ليا ان انتوا بتسمعوني للاخر. ان شاء الله حافظوا على اولادكم، حافظوا على اولادكم، دول امانه، ودول الجيل الصاعد، ده الجيل اللي انت هتطلعيه. فاهمين قصدي؟ ده الجيل اللي هيربي اجيال. فانت كده ازرعي البذره كده، وان شاء الله هتشوفي حصادها باذن الله، وحصادها هيبقى خير باذن الله. ازرعي خير هتلاقي خير. تمام؟ يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد، وصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. جمعه مباركه عليكم حبايب قلبي. واشوفكم على خير، فيديوهات حلوه كتير. مع السلامه.